السلام عليكم. فيديو اليوم راح اوريكم ايش الاشياء اللي موجوده بشنطتي اللي دايم تكون معاي وكل ما اطلع تكون معاي، وبتكلم عن الاغراض الموجوده فيها. وما راح اوريكم الاغراض بس وهذا عندي وهذا عندي، لا راح اتكلم عن الاغراض بالتفصيل وليش استخدم هذا وليش هذا معاي، وراح يكون فيديو بسيط وعفوي وان شاء الله تستفيدون او تستمتعون. طبعا اول شيء الشنطه اللي هي الاساس، لازم اقول لكم هي من وين، لكن المشكله اني ما ادري هي من وين. هي جايتني هديه صراحه، لكن والله اني ما بشوف اسم الماركه اذا موجود ان شاء الله. والله ما ادري. المهم انها شنطة حلوة. اول شي خلينا نبدأ بالدروج بس اللي هنا، لو تلاحظون ان في درجين. دايما احط هنا الدفتر حقي. لحظة، الدفتر المهم. اقدر اقول انها من جوالي، لا عاد مو جوال، لا تبالغ خالد، بس مقصدي انه مرة مهم عندي الدفتر، لازم اشيله معاي في كل مكان. واكيد طبعا يكون معي قلم او قلمين للاحتياط. وايش بعد فيه؟ صدقون في اشياء بشنطتي انا ما ادري انها موجود. نظارات، مع اني ما البس نظارات، يعني هذه بس كذا شكل بس. يلا، والدرج الثاني خلنا نشوف ايش فيه. طيب علك. طيب ايش بعد؟ يا ساتر وش هذا؟ اوه، شاحن اللابتوب. الحين بوريكم اللابتوب. لحظة، الحين نلعب على الثقيل. جوا، هاي هنا الاساس. اول شيء طبعا لازم اخذه معاي بشنطتي دائما اللابتوب. طبعا اللابتوب هذا قريب شاريه انا، ماك بوك برو جديد، طبعا من لونه واضح، لونه رصاصي. لكن اللي يقهر فيه المنافذ. تخيلوا ما في منافذ ابدا الا الشاحن بس. واذا تبي منافذ مثلا اليو اس بي للذاكره، للاتش دي ام اي، لازم تاخذ وصله. الحين بوريكم اياها، يعني لازم تشتريها انت. هذه الوصلة طبعا، هذه ما فيها منفذ ذاكرة، فيها بس اتش دي ام اي ويو اس بي. يعني لازم تشبك الوصلة كذا، تشبك اليو اس بي مرة ثانية، او مثلا فلاش او اي شيء. فهذه شينة اللابتوب الجديد، صراحة يقهر لكن لونه حلو. فتقريبا اللابتوب هو اهم شيء بالشنطة بعد الدفتر هذا اكيد. ايش بعد؟ في جوالي ماربل، لازم الرخام بكل مكان. لا خليني اجيب جوالي الثاني. تشوفوا كفر حق جوالي. ماربل. كل شيء ماربل يا جماعة. حتى شوفوا صارت فيني المواصيل، حتى سماعتي ماربل اللي هو الرخام. يا جماعة ما ادري ايش فيني، عاد اعذروني، ايش نسوي يا اخي؟ والله شكله حلو كذا، تحسه فخم. طبعا هذه سماعاتي من شركة سيديو، لازم اخذها معي. والله انا اخذ معي السماعة الصغيرة في جيبي ليه حقت الايفون، لكن بس حتى هذه احتاجها. جوالي هذا احطه في الشنطة لانه مو جوالي الاساسي، يعني هذا الجوال الاساسي اللي استخدمه كثير وزي كذا. فهذا اشيله معي بالشنطة اساس انه ما انساه وزي كذا، لان اكثر انسان ينسى بالعالم ممكن انا. طيب ايش بعد في خلينا ندور. والله الشنطة بعد شوي احس بطلع لكم سيارة. سماجة معليش، كنسل السالفة كأنكم اسمع. كتاب. طبعا مو هذا الكتاب اللي دائم بشنطتي، لا الكتاب اللي انا اقراه بالفتره هذه احطه في الشنطه، على اساس اذا كنت طالع لقيت وقت فراغ زي كذا اصير اقرا الكتاب. طبعا تشوفونه منتف. فصراحه الكتاب جدا جميل. انا ما كملته كامل لكن رهيب الكتاب، اسمه اسرار عقل المليونير. انا شوي احب اقرا عن البزنس صراحه، يعني مو كثير، لكن الكتاب جدا عجبني صراحه، ومعروف اتوقع الكل يعرفه. فكتاب، لابتوب، دفتر، ممكن هذول الاشياء المهمة والاساسية اللي تلقونها في شنطتي. وخلنا نشوف اذا باقي شيء. ندور. اوكي، الشاحن متنقل، صح نسيت اقولها مع الاشياء الاساسية. مع اني 90% من طلعاتي ما اشحنه، انسى اشحنه، دايم فاضي. فتكون الطلعة جت على طول كذا بسرعة وانسى اشحنه، وحتى ممكن بعض الاحيان انسى اخذه. لكن والله مهم جدا الشاحن متنقل، يعني تنك بشيء. طيب هذه الكاميرا حقت فلوجات حقتي اللي هي G7X Mark 1، هي اللي صور فيها فلوجات، مو فلوجات، صورت فلوج. اللي يعرفون عن قناتي الثانية رابطها بالديسكريبشن، وهذا طالعت لكم. طبعا انا نصور فلوجات ترى، يعني يمكن 70% من طلعاتي اغطيها بالكاميرا، لكن الى الان ما بديت امنتج اللقطات هذه وانزلها على قناتي الثانية. انا نزلت فيديو واحد ترى قبل تقريبا شهر، وبعدها ما نزلت فلوج، ما ادري ليش، مع انه الدعم كان مرة رهيب على القناة. تخيلوا يمكن جبت 30,000 مشترك
باسبوع واحد، جبنا 100,000 مشاهدة باسبوع واحد، 10,000 لايك على الفيديو وهو ما كمل اسبوع، فدعم صراحة جبار. لكن الله يهديني ما ادري، تعجزت اني امنتج الفلوجات الثانية، هي جاهزة عندي لقطات وزي كذا، بس تعجزت اني امنتجها على اساس اني قاعد اشتغل على قناتي هذه. لكن الفترة الجاية ان شاء الله راح اوازن بينهم، يعني راح انزل هنا وراح انزل هنا، فاشترك بالقناة هذه على اساس اول ما انزل تكون تدري وتشوف فلوجات الرهيبة. وبس والله هذه كانت الاشياء اللي بشنطتي، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. كنت اتمنى اني اقدم لكم شيء هادف، شيء يفيدكم، لكن والله ما طلع معاي لهالشيء. ممكن تكونوا استفدتوا بعض الاشياء. يعطيكم العافيه على المشاهده. اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك كذا تدعمني بشكل كبير. ما ودي اتحمس وارسم لايك زي بالفيديو اللي قبل اللي فات ترى يا جماعه ما مسحت الطاوله الحين، قرأت تعليقاتكم تقولون لي معجون اسنان وزي كذا. ان شاء الله بحاول بسويها وبقول لكم في السناب. هذا سناب حقي بجربها بالسناب، بصور ان شاء الله وبشوف اذا راح كويس. يعطيكم العافيه. لان في ناس قالوا لي معجون، في ناس قالوا لي مدري ايش خل، ما ادري اشياء غريبه، اعطوني وصفات. فان شاء الله بجرب على سناب اليوم، فاضيفني سناب وكذا. والله تسويقي ضعيف يا جماعه. المهم تعالوا سناب ما يحتاج تسويق، احنا اصحاب واخويا وما بيننا هالحركات. فاذا انت تشيل شنطه معاك دائما اكتب لنا بالتعليقات ايش تاخذ معاك بالشنطه دايم وزي كذا، واكتبوا لي بعد ايش الشيء اللي تحسونه اساسي لازم تاخذه معاك بكل طلعه. يعني مو شرط بالشنطه، اهم شيء انك انت تاخذه معاك، بس اكيد غير جوالك طبعا، يعني شيء تحس انه اساسي. وبس كذا نكون انتهينا من الفيديو. يا ريت نختم الفيديو بالصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم عليه، واشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامه.